احنا الدين الوحيد اللي بيدي ثواب على الخطأ إذا اجتهد الإنسان وأخطأ. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. المهم أن يكون أهل للاجتهاد، مش أي حد هيجتهد، وأنه يجتهد مش يخطئ دون أن يجتهد. الهدف هو محاولة الوصول للحقيقة باستمرار، وليس الوصول للحقيقة نفسها. هذا معناه أن هذا دين تربوي وليس تلقيني. كان ممكن نلقن الصح والغلط في كل شيء ثم نسير في حياتنا مثل الروبوتات متبرمجين، لكن ديننا يربينا على إعمال العقل والاجتهاد من أجل الوصول للحق. لا أعرف حديث يعد من يصل للعلم بالجنة، بل أعرف أحاديث كثيرة تعد طالب العلم بالجنة. وبالملائكة تبسط أجنحتها مثل حرس الشرف كده على الجانبين وهو في طريقه للتعلم، وبالخلائق كلها تستغفر له حتى السمك في الماء. وبالعكس الأحاديث الواردة في العلماء خطيرة وتحذر من الوقوع في براثن النفس والإيجو. أول من تسعر به النار عالم كان غير مخلص، والعالم الذي يسأل عن علمه فيكتمه يلجم بلجام من نار. فالذي ورد في العلماء مخيف، أما الذي ورد في طلاب العلم لطيف. إذن ربما لا يكون الهدف هو العلم نفسه، فمهما بلغنا من العلم بيظل قليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بل الهدف هو طلب العلم باستمرار. طلب العلم هو العبادة التي ينال بها الثواب. قال أحد الصالحين: يظل المرء عالما ما طلب العلم. يعني أنت تبقى عالم طول ما أنت بتطلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. أول ما يفتكر نفسه بقى عالم بقى جاهل. ويقول آخر: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. طلب العلم هو طريق نهضة الأوطان ونهضة الأمم.